السلام عليكم، أهلا بيكم. عشان نفهم فيكتور لوستينج لازم نعرف إنه ما كانش مجرد حرام، ده كان مهندس نفس بشري. فيكتور كان بيؤمن إن الضحية هي اللي بتيجي للنصاب برجلها مش العكس. النهاردة هنمشي معاه خطوة بخطوة في أخطر عملية نصب في القرن العشرين. فيكتور بدأ حياته برنس. إزاي برنس؟ كان بيلبس أغلى البدل، بيتكلم لغات ببراعة، بيسافر في الدرجة الأولى على السفن العابرة للمحيطات، وهناك كان بيبيع الوهم للأثرياء اللي مش عارفين يودوا فلوسهم فين. أشهر اختراعاته كان صندوق الروماني أو ماكينة طباعة الدولارات. الصندوق ده كان عبارة عن قطعة خشبية فخمة جدا فيها تروس معقدة. فيكتور كان بيقعد قدام الضحية ويحط ورقة بقيمة $100 بس بيضة، يعني ورقة مش عليها أي حاجة، ويقول له استنى بس 6 ساعات، وبعد 6 ساعات الصندوق يطلع ورقة $100 بس حقيقية. ايه ده؟ انت ساحر ولا ايه؟ السر هنا ان الصندوق كان متخزن فيه ورقتين 3 حقيقيين بس، والتروس دي مجرد منظر. كان بيبيع الصندوق الواحد $30,000، مبلغ خيالي وقتها بالمناسبة، ويهرب قبل ما الضحية يكتشف ان الصندوق خلص شحنه وما بيطلعش غير ورقة أبيض. سنة 1925 فيكتور وصل باريس وهي بتعاني من آثار الحرب العالمية الأولى، وفي يوم وهو قاعد على القهوة بيقرأ في الجورنال لفت نظره مقال صغير بيقول إن برج إيفل بقى عبء على الحكومة ومحتاج ميزانية ضخمة للترميم، وإن في ناس بتطالب بهده. فيكتور هنا عينه لمعت وقال لك هو ده، ناديتني واستنيتني. راح مزور ورق رسمي من وزارة البريد والبر وبدأ يتحرك كأنه وكيل وزارة سري. اختار 6 من أكبر تجار الخردة في فرنسا وبعت لهم دعوة فندق كارلو، واحد من أفخم فنادق باريس. تخيل المشهد كده معايا، التجار قاعدين، داخل عليهم فيكتور بهيبته وقال سيداتي والسادة، والله احنا جايين نبيع البرج هيتقطع ويتباع خرد، والحكومة اختارتكم انتم بالذات علشان كفاءتكم الكبيرة وسريتكم طبعا. التجار بدأوا يتخانقوا، يا ترى مين اللي هيفوز بالصفقة اللي مش ايه بقى؟ قول السؤال تاني. فيكتور كان عينه على واحد بس، اندريه بواسون، تاجر غني بس مهزوز وعاوز يثبت نفسه في سوق باريس. بواسون كان شاكك شوية في فيكتور، فعمنا فيكتور قال لك انا هعمل حركة عبقرية، فطلب منه رشوة عشان يضمن له الصفقة. بواسون أول لما سمع كلمة رشوة قال لك خلاص أنا كده ارتاح، وفعلا سلموا شيك بمبلغ ضخم جدا تمن البرج زائد الرشوة. فيكتور في أقل من ساعة كان في القطر رايح النمسا ومستني الخبر ينزل في الجرائد، لكن الصدمة مفيش ولا خبر نزل. ازاي بقى؟ المفاجأة هنا إن بواسون من كتر الكسوف والوجع إنه اتنصب عليه في برج إيفل ما طلعش ولا كلمة للبوليس. فيكتور لما لقى إن مفيش بلاغات نزلت عمل حركة في منتهى البجاحة ما يعملهاش غيره، رجع باريس تاني بعد شهر وحاول يعيد نفس النصبايا دي مع تجار تانيين، بس المرة دي واحد منهم شك وبلغ البوليس، وفيكتور هرب بجلده على أمريكا. هناك ملقاش حد ينصب عليه غير الكابوني. الكابوني ده بالمناسبة هو أقوى مجرم في تاريخ أمريكا. أقنعه بصفقة استثمار وخد منه $50,000. بسم الله ما شاء الله. وبعدين رجعهم له وقال له والله أنا آسف يا عم الكابوني، الصفقة فشلت وأنا رجعت لك فلوسك أهو، حقك وكفل من ونشرك. الكابوني هنا بما إنه راجل فاسد ومحترم ذهل من أمانته وقال في نفسه كده، ده أنت أمين أوي، إيه الأمانة دي؟ خد $5,000 هدية. وده كان هدف فيكتور، من إنه يكسب ثقة الوحش علشان يفضل في أمان. الدهاليز دايما بتخلص في مكان واحد. سنة 1935 فيكتور اتقبض عليه في قضية تزوير عملة ضخمة وترحل للسجن ومات هناك وحيد. صاب ورانا الوصايا ال10 للنصابين اللي أهمهم ما تخليش الضحية تمل منك وخليه هو اللي يلح عليك بالفلوس. قصة فيكتور بتعلمنا إن الذكاء لو ما كانش معاه أخلاق بيبقى مجرد أداة للتدمير. يا ترى لسه في ناس بتبيع الأهرامات دلوقتي؟ اكتبوا لي في التعليقات ورأيكم في فيكتور ومين الشخصية اللي عاوزين دهاليزها المرة الجاية. أشوفكم في اللغز الجاي، سلام.